اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الغاليين، معاكم زهرة من قناة زهور اللافندر. النهاردة هنعمل مع بعض مخلل لفت بطريقة سهلة وبسيطة، وطعم كمان حلو خالص، هيعجبكم. جربوه بنفس الطريقة دي. طبعا ما رضيتش اطول عليكم ولا اجيب لكم طريقة الغسيل ولا توضيبه، لانه طبعا كلكم ستات بيوت شاطرين وعارفين هو بيتغسل بكل سهولة. اللي مش عارفة يعني هو بيتكحت كده بالسكينة، وبتقطع الحتة دي بتقطع الحتة دي وبيبقى تمام جاهز كده. زي ما انتوا طبعا زي ما انتوا شايفين كده، اللفت بتاعي حجمه صغير، عشان كده مش هقسمه نصين ولا حاجة. وحتى كمان الكبيرة فيها مش هقسمها برضو نصين ولا حاجة، عشان انا عايزاه يغيب عندي ويطول. لان لو قطعتيه لازم تخلصيه بسرعة قبل ما يتهري، لكن انا عايزاه يطول عندي، فسايباه سليم زي ما هو، سواء الكبيرة او الصغيرة هسيبه كله صاحي زي ما هو. زي ما شايفين ادي اللفت بتاعنا، غسلناه وظبطناه، وجبنا بنجرية كبيرة كده وغسلناها برضو وقطعناها. ودي مية 2.5 لتر، ولو عايزنا تاني هنجيب. وده الملح. مقدار الملح يا بنات، معلقة الملح الكبيرة دي الهرمية كده، زي ما انت شايفة معلقة كبيرة كده هرمية، يعني مليانة خالص. على مج مية، يعني اللتر بياخد 4 معالق. اللتر بياخد 4 معالق. هنا معانا 2.5 لتر، هنحط عليهم 10 معالق. لازم اللفت يا بنات او المخللات عموما، اي نوع ايا كان، لازم الملح بتاعها يبقى كتير عشان تعيش معاكي، وثانيا عشان يبقى طعمها مالح وحلو. يعني مش حلو سكر، يعني يبقى طعمها يعني طعمها لذيذ يعني. فلازم نملحها زيادة، هو اسمه مخلل يعني ملح، فلازم نملحها ونزود لها الملح عشان تعيش معاكي. لو ملحها قليل هتتهري، سواء اللفت او الجزر او الليمون، اي حاجة ملحها هيتهري معاكي بسرعة. لو انت بتحبيها تقولي مثلا ده يبقى عادم او ملحه قليل، هيتهري بسرعة، يبقى لازم تاكلوه بسرعة. دلوقتي هحط معيار الملح. ادي 1 2. مش هطول عليكي، عدي يا بنات انا الملح وادوبه وارجع لك، عشان مش عايزه اطول عليكم. دلوقتي يا بنات دوبنا مع بعض الملح زي ما قلت لك. لتر الميه بياخد 4 معالق ملح كبار، فدوبنا الميه مع بعض. وهنبدا دلوقتي نحط اللفت. احنا البرطمان بتاعنا غاسلينه ومجهزينه زي ما انت شايفه كده. هنبدا نحط اللفت معاكي، هننزل نحط طبقات عادي، من ده او من ده اي حاجه. بعد كده نجيب البنجر بتاعنا او الشمندر زي ما بيقولوا في البلاد العربيه. نبدا نحط كده شويه من البنجر وشويه تاني من اللفت. نملى البرطمان كله بالطريقه دي، نحط طبقه لفت وكم واحده من البنجر، وشويه لفت وكم واحده من البنجر، وارجع لك. زي ما انتوا شايفين كده انا مليت البرطمان كله باللفت، وحطيت زي ما قلت لك، حطيت البنجر بين كل طبقه وطبقه من اللفت، زي ما انت شايفه كده مليته كله اهو. خليكي كده معايا ايه. هنبدا كده نحط له الميه بتاعته. ده احنا حطينا اللفت وحطينا البنجر، وزي ما قلت لك لتر الميه بياخد 4 معالق ملح كبار. هملى الكميه كلها عشان مطولش عليكي وارجع لك. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، انا حطيت له المحلول الملح بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. البرطمان بتاعنا احتاج ميه تاني، احتاج محلول ملح تاني، حطيت له عملت له نص لتر تاني، يعني خد 3 لتر ميه. وزي ما قلت لكم انا مزوده له الملح عشان ما يتهريش، يعني اللي زي ما قلت لك اللتر بياخد 4 معالق ملح كبار هرميين كاملين زي ما انتوا شايفين كده. لو عايزه تحطي خل براحتك، ممكن تحطي معلقتين 3، ما تكتريش، بس انا مش بحب احط له خل عشان ما يتهريش. يعني لو انا هناكل منه بسرعه ممكن عادي احط البرطمان صغير كده، احط له معلقتين 3. لكن مش بحب احط الكميه كلها كده خل عشان ما تتهريش معايا. ده بعد ان شاء الله ما يطيب هفتح معاكم وهقول لكم قعد كام يوم وهوريهولكم. زي ما انت شايفه طبعا لسه البنجر ما اداش لون،
هقفل البرطمان كده وهرجه وهسيبه لبكره، هتلاقي لونه بيجي فوشيا، اللون هيديكي كده لون حلو وردي. انا بحب يبقى لونه وردي كده يا بنات، ما بحبوش ابيض. زي ما انت شايفه الطريقه سهله وبسيطه، هي الملح والميه والبنجر بس، تمام كده تاخدي احلى مخلل. بالهنا والشفا، اتمنى تدعمونا باشتراك. سلام عليكم.